السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنعمل لكم بقى البطاطا، مش عايزة اطول عليكم الفيديو، بسرعة كده، حاجة سريعة كده. طبعا كلنا بنعرف نعملها، بنشويها في الفرن، بنسلقها على البوتاجاز. النهارده هعملها اكنها مشوية، ولا مسلوقة ولا مشوية، بس اكنها مشوية بالظبط، اكنها معمولة عند الراجل اللي بيباع على العربية. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. جايبين احنا حسب ما انت عايزه البطاطا، حسب الكميه اللي انت عايزاها. انا كنت جايبه 2 كيلو بس، دول اللي بقى منهم يعني 4 كده اتاخدوا. غسلتها حلو من الطين، انا قعدتها وغسلتها حلو بالفرشه وغسلتها ومنديه، يعني ما هياش ناشفه، او يعني هي مبلوله شويه. وجبت طاسه هي على البوتاجاز وسخنتها قوي. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنعمل كده. بصوا كده الطشه دي. نظبطها كده، تاخد صدمة كده على نار عالية الأول. تاخد صدمة كده، عندها صدمة الأول. تاخد صدمة كده، وبعد كده هنعمل ايه؟ هنحط دول 3 معالق سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا معلقة قرفة، اهي، معلقة يعني مش كبيرة أوي، تعتبر صغيرة، حسب ما انت عايزة القرفة. مش عايزاها مش مشكلة، بس هي بتدي طعم وريحة يعني، بتليق مع البطاطا. نوزعها كده. وزعناها، بعد كده هنشوف هنعمل ايه. انا هوطي عليها دلوقتي عشان السكر هيتكرمل. وطي عليها خالص اهو. شوف هنعمل ايه. خلي معايا كده ورقة زبدة اهي، هحطها كده اهو، مبلولة، بلاها ايه، بلة ورقة الزبدة كده اهو. وهنعمل ايه بعد كده؟ اهو هنحط ورقة فويل. هنجيب الناحية اللي هي بتلمع دي اللي كده، هنكتمها كده، هنقفل عليها جامد كده. كده نقفل عليها خالص. ممكن احط عليها كمان غطا عشان نقفل البخار خالص. هجيب غطا احطه عليها، نعمل كده. ونخلي الغطا كده عليها، وعلى بال بقى ما نشوفها، على بال ما نسيبها لمدة نص ساعة، بعد كده نرجع لها. بصوا يا حبايبي، هنا اهوت هكشف قدامكم اهوت الغطا. نفت بنص ساعة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استوت، بقت ايه، زبدة على فكرة. بقت زبدة، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اكنها مشوية ولا لا. ما حطيناش مية، ما حطيناش حاجة، هي نزلت المية بتاعتها يعني، شايفين؟ طبعا اللون الغامق ده من القرفة، زي من تحت اتشوت اهي، من الناحية دي اتلسعت اهي كأنها مشوية. عملت صوص اهي، كراميل اهو. شايفين عاملة ازاي؟ اقرب لكم الكاميرا. شايفين لونها عامل ازاي؟ ما شاء الله. استوت جدا، استوت خالص. الزبدة بصوا، زبدة بصوا.
هطلع لكم واحدة بس هي هسيبها شوية بس هي استوت اهي. بسم الله ما شاء الله. زبدة زبدة بقت زبدة استوت خالص اهي خالص كده اهو، لكنها مشوية. لو عايزينها بقى تبقى مشوية زي بتاعت بره زي بتاعت العربيات، بنجيب ورقة فوم زي دي نحطها ونولع خشبة مش فحمة، خشبية رقيقة كده نولعها ونقوم حاطينها ونطفيها ونغطي عليها تطلع الدخان بتاعها، تديكي ريحة العربيات، ريحة الشوي بتاع العربيات، بس هي كده كأنها مشوية. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه بقى. ما تنسونيش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اهي هي بقت زبدة كده اهي. ممكن احطها لكم في ثواني كده، احطها لكم اهي. بص عاملة ازاي، وهحط لها شوية صوص كراميل اهي اهو. ايه رأيكم؟ ثواني بس حبايبي، انا فتحتها اهي قدامكم، حطيت عليها صوص كراميل اهي. الصوص اهو اهو. اهو جربوها بقى وقولوا لي رأيكم ايه. متنسونيش ولا بص زبدة مش مستحمل. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. ما تنسونيش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه.